مساء الهنا والسعادة على كل ركاب أتوبيس 6. معاكم ليلى أحمد، وإحنا دلوقتي في محطة أبيض وأسود. في كل مرة في محطة أبيض وأسود بنكتشف جمال وسحر الزمن ده، وقد إيه كتير مننا لسه متعلق بالأبيض والأسود. حلقتنا النهاردة بقى مختلفة جدا، خليكم معايا. هنطلع فاصل صغير ونرجع نبدأ حلقتنا. اوعوا تروحوا في أي حتة. ذاكر يا انت ذاكر يا بيه. ورجعنا لكم من الفاصل واحنا لسه في محطة أبيض وأسود. بما إننا خرجنا في الحلقات اللي فاتت، يعني حضرنا حفلة وسمعنا أغنية ودخلنا سينما واتفرجنا على فيلم، فأنا النهاردة قررت أتسوق. أيوة، أتسوق. ما هو مش معقولة أبقى في محطة وزمن الأبيض والأسود وأقول رايحة أعمل شوبينج في مول. أكيد أنا رايحة أتسوق. أصلي مكدبش عليكم، محتاجة حتتين قماش وبلطو حلو كده للشتا اللي هجم فجأة. بس هروح فين؟ يعني عايزة أخد رأيكم كده. أروح عمر أفندي ولا صدناوي ولا أروح شكوريل مثلا؟ إيه الأماكن دي؟ أكيد ناس كتير فينا بتسأل، وأكيد ناس تانية فاكراها وحابة تعرف عنها أكتر. دي الأماكن اللي تسوقنا منها في زمن الأبيض والأسود. عمر أفندي، اتأسست محلات عمر أفندي سنة 1865، وكان اسمها أورزدي بيك، واتعملت في منطقة شارع عبد العزيز في القاهرة. وسنة 1900 اتفتحت الشركة وزادت لأكتر من 60 فرع، وكانت بتبيع حاجات محتاجينها، مستلزمات منزلية وأجهزة وقماش. وفي سنة 1920 اتباعت أورزدي بيك لراجل ثري مصري يهودي بكل فروعها، وغير اسمها لعمر أفندي. ومتهيألي الاسم مش غريب على ودان ناس كتير، لأن عمر أفندي لسه فيها شوية فروع موجودة لحد دلوقتي. بما إننا عرفنا عمر أفندي، تعالوا بقى نروح صدناوي. ما أنا بيني وبينكم كده عايزة ألف وأتفرج وبعدين أشتري، حركات ستات بقى. محلات صدناوي أو محلات سليم وسمعان صدناوي، ودي ليها حكاية لطيفة جدا. شركة صدناوي شركة مصرية اتأسست سنة 1913 بمنطقة الخازندار بحي المسكي، وكان عدد فروع صدناوي 70 فرع على مستوى مصر. سمعان مؤسس صدناوي كان عنده محل صغير في الأول خالص للخردوات في حي الحمزاوي في الأزهر، وشاركوا بعد كده أخوه سليم واشتروا قطعة أرض جنب المحل وبنوا فيها مكان كبير. وبعد كده لما تجارتهم زادت شوية بنوا مكان أكبر، والمكان بقى تحفة معمارية بتتكون من 4 أدوار في كل حاجة محتاجينها. تعالوا بقى نروح شيكوريل. شيكوريل أسستها عائلة شيكوريل الإيطالية سنة 1887. انتوا متخيلين السنة والعمر والزمن والفارق الزمني قد ايه؟ شركة شيكوريل كان راس مالها لما اتفتحت 500,000 جنيه، وده كان مبلغ طبعا كبير وضخم في الوقت ده. كان بيشتغل في شيكوريل 485 موظف أجنبي و142 موظف مصري. وفي سنة 1900 اتفتح محل جديد بين ميدان الأوبرا، وحولوا أولاد شيكوريل سولومون ويوسف وسلفاتور لواحد من أكبر المحلات التجارية في مصر. شيكوريل بقى كان متجر للأرستقراطية المصرية بما فيهم العائلة الملكية. يعني شكلي كده عرفت أنا هشتري حاجتي منين، شيكوريل ولا صدناوي ولا عمر أفندي. ومحلات كتير من زمن الجميل ده، زمن الأبيض والأسود. خلصت حلقتنا، بس استنوني في حلقة جديدة ومحطة جديدة من محطات الأبيض والأسود. كنت معاكم ليلى أحمد، سلام. ذاكر يا انت ذاكر يا بيه.